وزي ما عملنا فيديو تعمل ايه في دهب بالتفصيل، واستكمالا لرحلتنا في دهب هيجيلك سؤال مهم قوي: ايه اللي انت ممكن تعمله في دهب بالليل؟ وعلشان كده هنروح اشهر السهرات اللي بتتعمل في دهب بالليل، فتابع الفيديو للنهايه عشان ما يفوتكش اي تفاصيل. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. لو ما تعرفنيش انا عمرو غاوي سفر. فيديو النهارده بعنوان الحياه الليليه في دهب. في دهب بالليل يعتبر اليوم لسه بيبتدي وما خلصش، في حاجات كتير قوي ممكن تعملها بالليل، وده اللي هنعمله في فيديو النهارده. هوريكم ايه اللي انت ممكن تعمله في دهب بالليل بالتفصيل. ودهب ممكن تعمل فيها حاجات كتير بالليل، فخلينا نبداهم بالترتيب لحد ما نوصل للسهره المقربه الى قلبي. دلوقتي بقى في الممشى السياحي ده اللي فيه كل حاجه بقى، مطاعم، محلات، في كل حاجه حرفيا. ده الداون تاون يعني وسط البلد هنا. سوفينيرز في كل حته، لو عاوز تجيب تذكار للمكان او تهادي اي حد، كل حاجه حرفيا. انت ممكن لو انت مش عاوز تاكل، مجرد ان انت تتمشى وتقعد على البحر كمان، الجو بيبقى لذيذ قوي معاك كده. انا النهارده في حفله الفاير شو. المكان جميل جدا في وادي ستار. الساعه دلوقتي 9 ولسه الشو ما بدأش، لسه الناس بتتجمع. هيبقى فيه كذا شو مش فاير شو بس. مثلا ممكن نخلص على الساعه 11 بالليل، وبعد كده نخلص من هنا واقول لكم هنعمل ايه بعد ما نخلص سهره وادي ستار. خليني الاول افرجكم على المكان. هو المفروض ان الشو بيتعمل ورايا في الحلقه دي، وانا بعدت علشان اعرف اتكلم لان هم مشغلين اغاني بصوت عالي جدا. الحفله بتبقى في وادي ستار وحواليك الجبال في كل مكان. القعده بتبقى لذيذه جدا وجميله جدا، واول ما بتوصل بيضيفوك بشاي مرمريه. والسهره دي بيبقى فيها اكتر من عرض، وحقيقي الجو بيبقى جميل جدا. ومن ضمن العروض دي وعد الرقاصه، وممكن الجو ده ما يناسبش كل الناس، واولهم انا بصراحه ما بحبش الجو ده. هوريكم بقى العروض هتبقى عامله ازاي. انا دلوقتي في وادي ستار، زي كامب فاير كده، والناس هتعزف وتغني. جو هادي راسي، تسهر سهرة جميلة لطيفة ظريفة جامدة من الاخر. حاليا في اللاجونة هنعمل سهرة لذيذة خفيفة ظريفة. هنولع نار، نعمل كامب فاير، ونغني ونقعد على البحر، وكمان نعمل كاياك في نص المية بالليل. زي ما انتم شايفين هو البحر ورايا، بس انتم مش هتشوفوا اي حاجة دلوقتي. هنقعد هنا لحد الشروق ونقضي سهرة لذيذة لطيفة ظريفة لحد ما النهار يطلع. واول حاجة هنعملها اول ما وصلنا هنولع نار علشان نعرف نشوف الدنيا. انا مش عارف انتوا شايفين البحر ولا لا، بس البحر ورايا والغروب هيبقى من هنا. دلوقتي ولعنا النار وقاعدين قاعدة جميلة، قاعدة بدوي على مخدات. قاعدة بصراحة روقان جدا، والكاياك اهو جنبينا شوية كمان نستريح ونشرب شاي، وبعد كده ننطلق على نص المية.
شاي المرمرية ده لازم تجربه لما تيجي دهب، طعمه خيال. الله، تبقى كوباية صغيرة كده طعمها تحفة تحفة تحفة. دلوقتي فاضل اقل من ساعة على الشروق، والموضوع قلب باسترخاء رهيب جدا. احنا مستنيين الشروق وقاعدين نتفرج على النجوم. هصور لكم صورة لان النجوم مش هتعرف تبان في الفيديو، فهصور لكم صورة بالنايت مود شكل النجوم وانا نايم باصص عليها، تحفة. استنيت لحد ما الشروق طلع، وبصراحة في نص الموضوع انا نمت بسبب ان الشروق اتأخر شوية. يعني احنا كنا جينا الساعة 2 فتأخرنا جدا. طبعا مش محتاجة اتكلم على المنظر، لسه الشمس بتبتدي تطلع، والمنظر خيالي. منظر الجبال والشمس بتطلع وراها منظر خيالي جدا جدا. وجيت هنا في الناحية التانية من اللاجونة لقيت مراكب راكنة هنا شكلها تحفة 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 بمعنى الكلمة. الجو هادي، في شوية هوا خفيف كده، نسمة هوا جميلة جدا جدا. انا حاسس بروقان غير طبيعي. منظر طبيعي خيالي جدا. حقيقي انت لازم تيجي اللاجونة وتحضر لحد الشروق، لان هيفوتك نص عمرك. منظر من احلى المناظر اللي هتشوفها في حياتك من غير مبالغة. وده المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، ولكن هننطلق دلوقتي علشان نروح مكان تاني نكمل بيه سهرتنا. واحدة من التجارب اللي انت لازم تعملها في البحر الاحمر وخصوصا في دهب هي السفاري بالبيتش باجي وسط الجبال بتاعة دهب الرائعة جدا جدا. فيلا بينا نجرب نعمل سفاري ونشوف الدنيا عاملة ازاي. انا واثق جدا جدا ان هي هتبقى تجربة مميزة وجميلة جدا جدا. خدنا الباجي ده عشان نعمل بيه سفاري، لسه اللاين ده هيكمل ناس وانا اولهم. ربطنا السكارف علشان الاجواء بقى وكده. ابتدينا الرحله وطالعين من الثري بولز عشان نخش جوه المحميه بتاعت وادي جنين. والله تجربه جميله جدا. الباجي سريع فدي حاجه جميله. والله تجربه جامده. لسه بنبتدي وما دخلناش في الوادي بتاع جنين، بصراحه جامد. ده وادي جنين. الناس كلها بتيجي هنا تستريح بعد ما بيوصلوا المكان. هنا يعتبر استراحة البيتش باجي. المكان هنا بقى جميل جدا جدا. شايفين المكان، شايفين الخضرة وسط الجبال عاملة ازاي. وهنا المايك للاسف كان فاصل، وكنت بقول هنا ان المكان جميل جدا وفيه خضره في كل مكان، وان احنا هنطلع نعمل هايك بسيط نشوف الدنيا عامله ازاي من فوق. حبل جميل نمشي على ارض ملساء بتزحلق. هوبا كنت هقع. انا اكتر حاجه بحبها هي منظر الجبال. انا عارف ان انا قلت الكلمه دي اكتر من مره، ولكن جبال البحر الاحمر بجد خيال. دهب مليانه حاجات كتير جدا، جبال وخضره وبحر واسماك. فين تلاقي مكان مجمع كل ده في مكان واحد؟ مش هتلاقي. احنا كده خلصنا الهايك. هايك بسيط جدا جدا، حاجه ما كملتش. مش عارف ممكن نكمل ولا لا، بس اعتقد المنظر ده يكفي. شفنا النخل والخضرة دي وسط الجبال، فننزل عشان نشرب شاي مرمرية وسط المنظر الجميل ده. تسلم. الله يسلمك. شكرا. والله العظيم احلى حاجة تتشرب في دهب شاي المرمرية ده. انا اشتريته في البيت اول ما جيت من دهب اصلا. مناسب جدا جدا مع القعدة البدوي اللي احنا قاعدينها دي بالسكارف ده. الله الله الله،
جامد والله العظيم جامد. لازم يتشرب هنا، لو شربته في بيتك مش هتحس بطعمه، هو لازم يتشرب في القعده البدوي دي. الله، كده رحلتنا تعتبر تكون خلصت هنا، والتجربه دي لازم تجربها، هتستمتع جدا جدا. وبكده تكون سهرتنا خلصت النهارده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لان في فيديوهات كتير قوي جايه عن دهب، زي تاكل ايه في دهب، وفيديو هتكلم فيه عن مصاريف دهب بالتفصيل. فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان اول ما الفيديوهات دي تنزل توصل لك.